أيها الأشاوس يا رجال جيشنا اليمني، أيها المتشحون بالإرادة والعزيمة، علمونا كيف نكون إخوة، علمونا كيف نتناسى أطماعنا وحزبيتنا ومناطقيتنا وعنصريتنا من أجل الوطن، علمونا كيف نسمو فوق خلافاتنا ونداوي جراحاتنا كي نعبر بسفينة الوطن إلى بر الأمان، كيف نوحد أهدافنا ونجعل ولاءنا لله وللوطن والقضية، كيف نحترم قادتنا ونكون صفا واحدا لنستعيد دولتنا، علمونا كيف نوحد أقلامنا كما وحدتم بنادقكم، علمونا كيف نجعل مصلحة الأمة فوق مصالحنا الشخصية والآنية والأنانية، علمونا كيف نهرب من ذواتنا وكيف نقدم أرواحنا رخيصة في سبيل الله والوطن، علمونا كيف تكون التضحيات، كيف تصنعون ملاحم البطولة والفداء لنستفيق من غفوتنا، لنعلم أنه لولا تضحياتكم ودماؤكم الزكية التي أهرقت على مذابح الحرية ما حررنا شبرا واحدا من ترابنا الطاهر، وما استنشقنا هواء اليمن أو وطأنا ثراه مرة أخرى. علمونا أيها الأحرار كيف أضلت البعض أطماعهم وأعمتهم أحقادهم فسخروا ما سخرت لهم قيادتنا وشرعيتنا من أدوات ووسائل الذود عن أوطانهم للنيل من بعضهم، متناسين أين كنا وأين أصبحنا، متناسين عذابات الجرحى وآهات الثكالى وأنين المعتقلين وحاجات الفقراء والمساكين ومعاناة شعب ينتظر الفرج والخروج من مستنقعات الموت التي أحاطتهم بها ميليشيات الضلالة والقتل. علنا نستفيق ونتذكر أن الكراسي زائلة وأن الوطن باق وأن النصر لا يكون إلا بوحدة الصف والإيمان بالقضية وعدالة ما نقاتل من أجله.